السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديدة وفي وصفة جديدة مع والد. الوصفة تاع اليوم راح تكون بسكوي، يعني بسكوي تاع الدار. راح يجي بزاف بنين هاد البسكوي، وعلى بالي لو كان تسيوه وتشوفوا شحال ساهل وشحال يجي بنين راح تولوا دايما دايروه. خليكم دوكا تشوفوا الوصفة وان شاء الله تعجبكم. نبداو بالمقادير تاع العجينة تاع البسكوي. هاد المقادير يعني بزاف ساهلين وعلى بالي كامل يكونوا عندكم في الدار، تسما ما كاش كيفاش ما ديروش. عندي زوج حبات تاع بيض، كاس غير ربع تاع سكر، كاس غير ربع تاع زيت، ونسحق تانيك المايزينا. المايزينا نسحق قيس كاس يعني يكون حتى معمر حتى للفم. ونسحق تانيك لافاني باش نكهو البسكوي تاعنا. ونسحق تانيك الخميرة عندي مغرفة صغيرة، ما تكتروش بزاف تاع الخميرة باش ما يتبدلش الشكل تاع البسكوي تاعكم وما يجوش منفخين بزاف. واللي يحب لي بسكوي تاعو يكونوا يعني كامل شوكولا، يعني ميم لاباط تكون شوكولا، يدير واحد مغرفة ولا زوج تاع كاكاو في العجينة، ومن بعد يكمل يطم العجينة تاعو بالفارينة. نبداو في طريقة التحضير. نحط البيض مع السكر مع لافاني ونزيد معاهم قرصة تاع الملح، ومن بعد نحكم الباتر تاعي ونطلع الخليط هدايا حتى وين يعني يبيض ويولي ثقيل، وهداك السكر يدوب كامل. هذا هو السر باش لي بسكوي تاعكم ما يجوش يابسين ويجوا يعني طريين. الخليط تاعي هنايا راهو طلع كيما راكم تشوفوا فيه، لا كولور تاعو تبدلتها ولا يعني رايح للابيض. نجيب هذيك الكمية تاع الزيت اللي هي كاس غير ربع، نزيدها على 4 خطرات، يعني نزيد بشوية ونكمل نضرب، ومن بعد نكمل يعني حتى وين تخلص الكمية كامل تاع الزيت. وخيرت الجماعة باش نحط لكم هاد لي بيسكوي هكذا باش الويكاند يعني تكونوا في الدار. مام دراري يحبوا يعاونوا في هاد العفايس اللي يكونوا ساهلين بزاف كيما هاد لي بيسكوي يقدروا يعاونوكم فيهم، وراح يعني en même temps يفرحوا كي يديروهم وتاني يفرحوا كي ياكلوهم. دوك مور ما كملت زدت هذيك الكمية تاع الزيت، نزيد نضرب يعني شوية برك ومن بعد نحبس الباتر. نزيد المقادير الجافة اللي هي المايزينا والخميرة نسيرهم، ومن بعد نبدأ نزيد في الفارينة. وهنا نخلّط هاد المقادير بالفوي، وتقدروا كيما قُلت لكم هنا تحبوا ديروها لاباط تاعكم ديروها goût يعني شوكولا، تزيدوا الكاكاو، واحد مغرفة ولا زوج تخلطوه معاهم، ومن بعد نبدأ نطم في العجينة تاعي بالفارينة، نزيد بشوية الفارينة يعني ما كانش كمية باينة، زيدوا بشوية حتى وين تنطم لكم لاباط. والعجينة تاعكم سيو ما ديروهاش يعني بزاف يابسة، ما ديروش الفاينة حتى وين تولي يابسة بزاف، هايداك من بعد راح البسكويت تاعكم يجي يابس، ما زيدوا الفارينة حتى وين تنطم، ما تكونش تلصق وما تكونش يابسة بزاف. العجينة تاعي دوكا راهي واجدة راهي انطمت، نروح ديراكتومون نبدا نحل فيها، نبدا يعني نشكل في لي بسكويت تاوعي، نستعمل ساشي كيما العادة، يعني الساشي حيعاونكم كي تحلوا العجينة، باش هكداك ما نستعملوش كامل الفارينة وما نزيدوش نيبسو العجينة، قد ما نستعمل الفارينة قد ما العجينة تزيد تيبس. نحل العجينة تاعي السمك يكون رقيق يعني واحد 3 مليمتر هكداك. أنا كملت حليت العجينة تاعي، دوك نطبع البسكوي تاعي بهذا الطابع المدوّر هذا اللي يكون مبرّج، القطر تاعو يكون واحد 5 سنتيمتر كيما استعملتو هنايا. كي نكمل نطبعهم كامل نرفدهم نحطهم في سنيوة تكون سوا مفرشة بابي كويسون ولا دهنوها بشوية تاع زيت، ومن بعد نجي ندير هادوك التقابي هادوك، عندي حبات عندي وحدة كوردون كنت قسمتها على زوج، نستعمل الوسطاني تاعها ما نستعملهاش من الجهة اللي تكون pointue بزاف. وندير تقابي هكذا يعني ديروهم كيما حبيتو، ومن بعد ندخلهم يطيبوا على فرن يكون مسخن على 180 درجة، يطيبوا حتى وين يتحمروا شوية، يعني ما تخليهمش يتحمروا بزاف، يعني لو كان يتحمروا لكم بزاف يجوا يابسين، حتى وين تشوفوهم يعني يتحمروا تحميرة خفيفة نحوهم. ومن بعد نروحو نوجدو لا كريم au شوكولا تاعنا، عندي 200 غرام تاع شوكولا ذوبتها، يعني تجيكم قيس زوج طابليطات ندوبوها، ومن بعد نزيدو لها زوج بايط تاع كريم ديسير شوكولا، نخلطوهم مليح كيف.
دوك كي نكمّل نخلّط لا كريم تاعي ندخّلها للكونجيلاتور تبرد شوية باش تحكم روحها، وهاذيك الشوكولا تجمد باش من بعد كي نجيو نستعملوها ما تقعدش هكداك تسيح لنا. نجيب لي بسكويت تاعي كي كنت طيبتهم هاهم ليك يعني كيما قُلت لكم نحمّرهم تحميرة خفيفة برك ما تخليهمش يحمروا بزاف باش ما ييبسولكمش. ونعاود نجيب لا كريم تاعي اللي كنت عمّرتها في لابوشادوي باش نبدا نفوري في لي بسكويت تاوعي. نعمّر الشوكولا في الوسط ومن بعد نغلقها. أنا هنا كي غلقتها بانت لي بلي ما درتش بزاف باسكو لازم تلحق حتى وين يخلص البسكويت تاعكم، تسمى زدت شوية ومن بعد نغلق الحبة تاع البسكوي ونزيد ندير معاكم حبة وحدوخرى. أنا نعطيكم نصيحة باش البسكويت تاعكم يعني باش هاذيك لا كريمة شوكولا تشد روحها ومام البسكويت تاعكم يطرى يعني يجي طري باسكو على بالكم الحلوى تاع الزيت وتكون هكذا رقيقة مع الأول تبان يابسة كي طيب تكون جديدة. واش ديروا نتوما كي تفوريوهم كامل تعمروهم دخلوا البسكويت تاعكم يريح في الفريجيدار يعني لو كان ساعة زوج راح يريح وهذيك لا كريم تاعكم تجمد يعني مع الأول راح تجمد ما من بعد تخرجوها راح تقعد جامدة هكذاك. سما راح يريح راح الشوكولا تحكم روحها والبسكويت تاعكم راح يطرى. لو كان تخلوه هكذا ديريكت تروحوا تاكلوه يبان لكم يابس مع الأول، سما خلوه يريح شوية في الفريجيدار راح يطرى ويولي يعني هايل وهذيك لا كريم لداخل تكون حاكمة روحها مليح. البسكويت تاعنا هاوليك واجد كيما راكم تشوفوا فيه جا شباب ويعني يشهي ويجي بزاف بنين سورتو مع القهوة حليب أنا نحب بزاف ناكل هاد البسكوي مع القهوة حليب ناكل يعني شحال من حبة ما يتشبعوش. إن شاء الله الوصفة دي تكون عجبتكم، إذا عجبتكم ما تنساوش ديروا جيم، تابونيو وتفعلوا الجرس باش يلحقوكم كامل الوصفات تاوعي. دخلوا الانستغرام تاعي والجروب فيسبوك تاعي اللي تلقاوهم لتحت في صندوق الوصف، أبونيو ولتم. دوك نقسم لكم حبة من هاد البسكوي نشوفوها كيفاش تجي. أنا البسكوي ما خليتوش يعني ريح خليته شوية في الفريجيدار كيما قلت لكم يعني خلوه ساعة زوج راح هاديك لاكرام تجمد. أنا ما جمدتش مازال ما جمدتش مليح، مي يعني راح يعني شدت روحها شوية بارابور كيفاش كانت مع الأول. هاقول لك كيفاش يجي البسكوي تاعنا. قد ما تخلوه قد ما راح يزيد يطرى ويزيد يولي بنين وهاديك الشوكولا تشد روحها ويجي بزاف هايل. دوك ما بقى لي نقول لكم تهلاو في رواحكم وتبقاو على خير.